النهارده ان شاء الله هعمل معاكم التورته القمر اللي انتوا شايفينها دي. اول حاجه كده نسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. شايفين التورته ما شاء الله شكلها عامل ازاي؟ ندخل كده نشوف المقادير والطريقه. اول حاجه كده معايا في المقادير، معايا 350 جرام اسبونج شوكولاته. هاخد عليهم تلت كوبايه من الميه، وهاخد 4 بيضات، وحاطه على ال4 بيضات معلقه من الفانيليا ستايله، وهاخد معلقه من محسن الجل، وهضربها كده في العجان لمده 7 دقايق. اضربيها كده لحد ما تتماسك معاكي وتلاقيها بتلمع، عارفه خلاص ان الاسبونج بتاعك كده تمام اتضرب كويس. معايا صينيه مقاس 22، هبدا ابطنها بالشكل ده كده. ببل الفرشه من الاسبونج وابطنها كده كويس. هفرد كده ورق الزبدة في الصينية. لو ما عندكيش ورق زبدة ممكن تعمليها بورق خبز. لو ما فيش بقى ورق زبدة ولا ورق خبز، ممكن تعملي كده الصينية بمكعب من الزبدة، وبعد كده تحطي فيها الاسبونج. اول ما بيطلع من الفرن كده بتسلكيه بالسكينة، بتسيبيه يهدى شوية وبتسلكي الحروف بتاعته بالسكينة. خلاص زي ما انتم شايفين بطلنا كده الصينية، بس طبعا لما بتبطني بورق زبدة او ورق خبز بيبقى اسهل معاكي. والاسبونج كمان اتضرب كويس. نزلنا بقى كده بالشكل ده، وبعد كده هندخلها الفرن على درجة حرارة 180. هنحطها على الرف اللي في النص، هتقعد معانا 45 دقيقة. ممكن تختبريها بعد نص ساعة، ما تفتحيش على الاسبونج الفرن قبل نص ساعة عشان ما يهبطش معاكي. هنعمل الكريم شانتيه. طبعا احنا لما بنكون هنعمل اسبونج بنعمله قبلها بيوم. خدت كده كوباية ونص من الكريم شانتيه. هاخد عليهم معلقتين من الباستري كريم. الباستري كريم طبعا بيودي الكريمة في حتة تانية خالص، بيخليها طعمها جميل. وهاخد معلقتين من الكاكاو الخام الاسباني. وخدت نص كوباية من السكر. وهاخد كوبايتين من المية دي طبعا مثلجة. هسيب الكريمة بقى تتضرب، وهبدأ اقطع كده التورتة. شلت كده ورق الزبدة. شايفين الاسبونج ما شاء الله شكله عامل ازاي؟ اللون بتاعه شكله كان طري جدا وكان جميل. ما شاء الله كان تحفة جدا. هنبدأ بقى نشيل الطبقة اللي تحت كده بالسكينة. الطبقة دي بتكون ناشفة شوية فلازم تشيليها. خلاص كده تمام. هنشيل برضو الوش بتاع التورته. لما تخرجي التورته كده غطيها، الوش بتاعها هيطرى معاكي وهيتشال بكل سهوله. هتشيليه كده بالسكينه، وممكن تشيليه بايدك بالشكل ده كده برضو. الطبقه دي بتطلع معاكي بكل سهوله، بس انا بوريكي ان ممكن تشيلها بايدك وممكن تشيلها بالسكينه. خلاص كده تمام. هنبدأ بقى نقطعها 3 طبقات. هنقطعها على 8. لما بتعمليها على 8 بتكون الطبقة كده عالية معاكي. شايفين ما شاء الله زي ما قلت لكم طري جدا وهشش. هاخد الطبقة الرابعة دي طبعا هنستخدمها في حاجات تانية. جبت كده القاعدة بتاع التورتة اللي هشتغل عليها دي مقاس 28. خدت كده معلقة من الكريم شانتيه، هبدأ أثبت بيه التورتية من تحت كده. هبدأ أسقيها بقى بالسيرب. السيرب ده زي ما قلت لكم انه بيكون ميه وسكر وعصرة ليمونة. باخد كوباية من السكر، وباخد عليها كوباية ونص من المية، وباخد عصرة ليمون، وبسيبها تغلي كده على النار لمدة من 6 ل7 دقايق. عايزينه يكون سيرب خفيف ما يكونش تقيل. يعني مجرد ما بيغلي كده كام غلوة بنروح قافلين عليه النار. خدت كده الاسبونج وخدت طبقة من الكريم شانتيه، وبعد كده هاخد عليها جناش شوكولاتة. وهبدأ اخد الطبقة التانية وهسقيها من نفس السيرب. يعني كل الطبقات بنسقيها كده عشان تكون التورتة كده طرية معاكي. وهاخد طبقة من الكريمة بالشكل ده كده. وهاخد عليها جناش شوكولاتة. يعني هنعمل ال3 طبقات بنفس الطريقة. خلاص كده تمام. هنسقي الطبقة دي وهنبدأ بقى نحط كريم شانتيه ونجلس التورتة كويس. هتبدأي تفردي كده بالسكرابر بتاعك. طبعا لما بتيجي تجلسي التورته ممكن تحطي الكريم شانتيه. لو انت اول مره تعملي وحاسه ان الموضوع هيكون صعب عليكي، هتحطي الكريم شانتيه في كيس كده من اكياس من الحلواني، وبعد كده هتعملي بيه على الجنوب بتاعه التورته. لو انت حاسه ان الموضوع صعب، لكن لو الموضوع بالنسبه لك عادي هتاخدي كده بالسكرابر وهتبداي تجلسي.
ففي تلك الحالات هيكون الموضوع سهل معاكي جدا، مش صعب ولا حاجة. يعني ما تستصعبيش اي حاجة، خلي كده كل حاجة بتعمليها سهلة وبسيطة. هتلاقي الامور كل حاجة ماشية معاكي كده تمام. بدأت كده اجيب الاسكلابر وهبدأ اجلس بيه، وهيشيل لي كل الكريمة اللي زايدة في التورتة. بعد كده لو لقيتي اي حتت باينة من التورتية كده، هتحطي عليها كريمة وهتمشي الاسكلابر كده، هتكون معاكي جميلة جدا. شايفين؟ لو معاكي حته كده باينه من الاسبونج بتاع التورته، حطي عليها كريمه وابدأي جلسي كده كويس. لو عجبتك الوصفه ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. جبت الاسكلابر المشنشر وهبدأ اعملها بالشكل ده كده. بعد كده جبت منديل وهبدأ انضف كده القاعده بتاع التورته من تحت. ده جناش شوكولاته مسيحه على حمام بخار من الميه، وحط عليه كده معلقتين من الزيت عشان يدوله لمعه. هبدأ اعمل بيت دربات كده اللي على التورته من فوق. بتعملي كده بشكل عشوائي بيطلع معاكي الشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. خلاص كده تمام. وهبدأ اعمل كده على شكل دايرة من فوق، يعني هظبطها كده على شكل دايرة، وبعد كده هملى الفراغات دي. طبعا الشوكولاتة عشان احنا في البرد بتجمد معانا بسرعة، مجرد ما بتسيحها بتجمد معاكي كده بسرعة. خلاص هبدأ اسويها كده الشوكولاتة. شايفين؟ كل ما بتشتغلي في التورتية الشكل بتاعها هيظهر معاكي. خلاص كده معايا بقى اللي هو التب اللي هو النجمة ده. هبدأ اعمل بالروزيتات بالشكل ده كده. خلي ايدك كده مايلة وانت بتعملي في الروزيتات عشان تطلع تدي معاكي الشكل ده. يعني خلي كده ميول وانت بتشتغلي عشان الروزيتا تطلع معاكي بنفس الشكل كده. خلاص كده تمام. هبدأ اعمل روزيتات كده على التورتة من تحت. شايفين؟ زي ما قلت لكم مش هتاخد معاكي وقت. ما تصعبيش اي حاجة على نفسك، وخلي كل حاجة كده سهلة. هتلاقي نفسك بتعملي كل حاجة ببساطة. يعني حب الحاجة اللي انت بتشتغلي فيها هتطلع معاكي جميلة. خلاص كده تمام. هبدأ اعمل بقى روزيتات بمربى الحليب. طبعا مربى الحليب دي من الحاجات اللي بتودي التورت والجاتوهات، واي حاجة بتحطي عليها مربى حليب بتوديها في حتة تانية خالص. الطعم بتاعها خطير جميل جدا. بنفس النجم، بنفس التب النجمة، وهعمل البيروزيتات بنفس الشكل ده كده. هبدأ بقى اخد كمان كريسبي. حسيت كده ان انا لسه عايزة احط فيها حاجة، حطيت كريسبي شوكولاتة. طبعا لما بتيجي تعملي تورته كده وانت بتشتغلي بتحسي ان كل حاجة في طريقة التزيين بتيجي معاكي كده لوحدها. هحط هنا جناش شوكولاتة. ودي كده شوكولاتة عاملاها في ورقة ترانسفير. شايفين الشكل بقى عامل ازاي؟ دي كانت وصفة النهاردة، يا رب اكون افدتكم ولو بمعلومة صغيرة. ان شاء الله تجربوها وربنا يحسن ما بين ايديكم، ومع السلامة.